السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحضر معكم 3 ديال الوصفات للكوتي. الوصفه الاولى غادي نحضر معكم احسن ما يمكن لكم توجدوا للفطور او الكوتي. الخبز الماوي او المخنفر احسن من السفنج وحسن من البغرير، كيجي خفيف وهشيش والمذاق ديالو زوين بانجح واسهل طريقه. والوصفه الثانيه غادي نشارك معكم انجح وصفه للكريب، هذه هي المعتمده عندي من سنوات، عمرها تحشمكم، كيجي لذيذ بزاف وخفيف. الوصفه الثالثه عباره عن كيك بدون شوكولا بدون بيض، كيجي تا هو زوين بزاف ولذيذ وخفيف. من ألذ واسهل الكيكات اللي ممكن تحضروهم سواء للكوتي سواء للفطور. كنتمنى تخليو لي لايك ديالكم، اشتراك في القناه وبارطاج. اول وصفه اللي هي الخبز الماوي او المخنفر. غادي نحتاجو فيه جوج زلايف، وحده فيها القمح الفينو وحده فيها الفورص. نفس الزلايف غادي نعبر بهم جوج زلايف ديال الماء. انايا استعملت غير زلافه صغيره، نتوما تقدروا ديروا زلافه كبيره الا بغيتو كميه كثيره، يعني دوك الزلايف اللي كنشربوا فيهم الحريره دوك تقدروا بهم العبار. كنديروا وحده فينو وحده فورص، من بعد كنزيدوا جوج زلايف ديال الماء دافئ ماشي سخون بزاف وماشي بارد، زائد ملعقه كبيره من السكر، ملعقه كبيره من خميره الخبز، بيضه واحده. وغادي نضيفوا هاد المكونات مع بعض، نطربوا مزيان ونضيفوا واحد شويه ديال الملحه، نطربوا مزيان حتى كيندمجوا المكونات. من بعد غادي نهزوا هذا الخليط هذا وغادي نصبوه في المولينكس اولا في الخلاط الكهربائي ديال العصير اولا في الهشوار، وغادي نطحنوه مزيان بحال كما كنوجدوا البغرير، يعني خصو يتطحن مزيان حتى كيطلق الفقاعات ويطلق هذاك الخيط ديالو. وما تنساوش تزيدوا له واحد المعلقه صغيره ديال خميره الحلويات. بما انني استعملت هنايا زلايف صغار درت غير معلقه صغيره ديال خميره الحلويات. نتوما الا استعملتوا دوك الزلايف الكبار غادي ديروا جوج معالق ديال خميره الحلويات صغار، يعني ما يعادل خماره سوا ديال 7 غرام او 8 غرام. كنطحنوا مزيان الخليط كيف شفتوا معايا حتى كيتطلق مزيان هكذا كيولي خفيف. كنزيدوا ديك المعلقه صغيره ديال خميره الحلويات وكنعاودوا نطحنوا واحد شويه صافي وكنحبسوا. مني كنطحنوا الخليط مزيان كنخويوه في واحد السوبيره وكنغسلوها من هذاك الدقيق ديال نفس فاش خلطنا، وكنخويو فيها الخليط وكنغطيوه بواحد البلاستيك الغذائي ونخليوه كيتخمر حتى كيضاعف الحجم ديالو، كيولي بحال الخليط ديال السفنج. هنايا مني غطيناه خليناه في شي بلاصه دافيه حتى يخمر مزيان مزيان. كل ما خمر مزيان كل ما غادي يكون احسن، وغادي يجينا هذا ديالنا خفيف ومهوي، يعني كتاكلوا شي حاجه بحال يعني اكثر من السفنج، يعني كيجي خفيف بزاف وكيجي خف حتى من البغرير. كنحركوه مزيان بالمغرف بحال هكذا ولا بشي معلقه كيف شفتوا معايا، كله فقاعات الخليط كله فقاعات وخفيف. كنرشوا المقله بشويه ديال الزيت اللي سخناها، كنعاودوا نخليوه حتى كيشد راسو، كنعاودوا نرشوه بشويه ديال الزيت وكنقلبوه، يعني كنطيبوه غير بشويه ديال الزيت اللي كنرشوه على الوجهين. كيجي هكايا مفشفش وخفيف، النار متوسطه باش ما يتحرقش. كنكملوا الحبات كاملين بنفس الطريقه حتى كنساليو. كنديروه فوق شي منديل نقي باش ما يعرقش لينا في الطبسيله، ولا فوق من شي حاجه هكا ديال الخشب حتى كنساليو. كندوبوا الزبده مع العسل وكندهنوا بها هكايا، كنقدموه مرفوق بها اولا مع زيت الزيتون على حسب الاختيار ديالكم. كيجي زوين كاقتراح للكوتي كذلك كاقتراح للفطور، تيجيو رائعين بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم فعلا لانهم يستاهلوا التجربه. ممكن تدهنوهم حتى بزيت الزيتون. ودابا غادي ندوزو للوصفه ديال الكريب. نحتاجو في الوصفه نص لتر ديال الحليب، غادي نزيدو عليه جوج حبات ديال البيض. غادي نديرو هاد العمليه في واحد الاناء اولا في واحد الخلاط الكهربائي ديال العصير. غادي نزيدو جوج ساشيات ديال سكر فانيلا، غادي نضيفو جوج معالق كبار ديال الزبده ما يعادل 50 غرام، وواحد المعلقه ديال السكر مع مرش، قبيصه ديال الملحه، وغادي نزيدو الدقيق عندنا 225 غرام ما يعادل جوج كيسان ديال العنبه عامرين. غادي نخلطو غير بالمعلقه في الاول بهذا الشكل هذا مزيان، وغادي من بعد نطحنوا الخليط ديالنا في الهشوار حتى غادي يولي واحد الخليط اللي كيكون رطب وسائل، هو كيكون سائل ماشي عاقد. هذا هو الخليط ديال الكريب ديالنا بعد ما كيوجد. هنايا بانوا لي بعض الحبيبات باقي ما تطحنوش، داكشي علاش غادي نعاود نطحنو مزيان. وبالنسبه لكم نتوما كطحنوه في الخلاط الكهربائي ديال العصير اولا الا ما كانش عندكم كطحنوه غير بداك الطريقه
الشراب اليدوي. كتبقاو تخلطوا مزيان حتى كيختفيو حبيبات الدقيق. من بعد كتصفيو الخليط ديالكم في واحد الشبكه. هنايا بعد ما ساليت غادي نغطيه ونخليه يرتاح تقريبا واحد 5 دقائق 10. كل ما خليته يرتاح كل ما كان احسن. انا دخلته للثلاجه، داكشي علاش غيبان لكم عقاد لان ديك الزبده جمدات. فغادي نعاود نضيف ليه غير واحد 4 كاس ديال الماء، ومع الحراره ديال المطبخ وانا كنطيب غادي يطلق وغادي يطلق ليا راسو، حيت هذيك الزبده هي اللي جمدات. صافي هنا كنحركوه مزيان. كنجيبو مقله اللي كتكون ما كتلصقش، ما كندهنوها بحتى حاجه. كنصبو فيها واحد المغرف مع مراش ديال الخليط، وكنحاولوا هكايا ندوروه في المقله كامله حتى كياخذ الشكل ديالها. كنخليوه فوق نار متوسطه حتى كيشد راسو وكيبانوا ليا دوك الجناب ديالو بداو كيتحمروا. هذه الطريقه باش كنعرفوا انه طاب من التحت وخصنا نقلبوه. كيبانوا لكم دوك الجنيبات تحمروا هكا، غير كتحطوا صبعكم وكيتقلع. كتجروها بشويه لانه تيكون رطب بزاف وكتقلبوا. صافي كتبقاو تدوروا هكا بيديكم واحد شويه، كتخليوه حتى ياخذ اللون ديالو وكيتحمر، كيجي محمر من التحت طيب مزيان. صافي وكتحيدوه وكتحطوه على جنب، وهذا هو الشكل ديالو بعد ما طاب. كنديروا عاوتاني واحده اخرى بنفس الطريقه. هذا كريب ناجح 100% بطريقه احترافيه. باش تعرفوا انه ناجح 100%، خاصها تطوى لكم الكريبه ديالكم ملي كتجمعوها وكتحسوا بها خفيفه. وهذا هو الخليط كيفاش كيكون سائل ماشي عاقد. ملي كنخويو في المقله كندوروا في المقله كامله. الا خص شويه كنزيدوا باش نعمروا دوك البلايص الخاويين. هو كيجي رقيق، ما خصكمش تقويو العجينه بزاف في المقله باش ما يجيكمش غليظ. هو كيجي خفيف، كيجي لذيذ بزاف وسريع في التحضير ديالو. وهذه وصفه ناجحه 100%، دائما هي المعتمده عندي. صافي شفتوا المقله ضروري تكون ما كتلصقش، غير كتخويو فيها الخليط كتخليوه حتى كيشد راسو مع الجناب، كيطلع ديك الحموريه وكتجروها غير واحد شويه وكتقلبوها. كتخليوها حتى كتحمر من جهه من الوجه الثاني. صافي وكتحيدوه وكتحطوه فوق واحد المنديل نقي، كتخليوه هكا حتى كتساليو. هاد الكميه راه كتعطينا ما شاء الله شي 14 حبه. كيجي زوين بزاف. شوفوا كيفاش كيجي خفيف وهكايا المذاق ديالو كيجي لذيذ بزاف. نسمناه بالفاني. كتنسبوا 2 ساشيات اللي كنديروا في الخليط باش كنغطيو على المذاق ديال البيض والحليب، ما تيجيش فيه نهائيا باين. من بعد كنزينو هكا في التقديم، كندهن بالشكلاط النوتيلا اللي مشهور، هو اللي كيجي فيه لذيذ صراحه. وكنقطعو بالبنان هكايا دوائر وكنطويو وكنقدموه. من بعد كنعاودو نزينو بشويه ديال الخطوط النوتيلا من الفوق، وكنرشوا شويه اللوز الا بغينا. ما تنساوش ديروا متابعه المقادير. غادي نحتاجوا كاس ديال السكر سنيده القياس بكاس العنبه. غادي نزيدوا عليه 3 الاكياس او 3 المعالق كبار ديال الكاكاو المر. تقدروا ديروا الكاكاو المر ديال العبار. غادي نزيدوا كاس ديال الماء دافي، ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد. غادي نزيدوا واحد ساشي ديال الفاني. غادي نزيدوا قبيصه ديال الملحه، وغادي نطربوه حتى كيذوب هذاك السكر مع الكاكاو والماء مزيان. من بعد غادي نزيدو نص كاس ديال الزيت حتى الكاس لاروب ديال الزيت. الا بغيتو ديروا كاس لاروب ديال الزيت ممكن. بغيتو تنقصوا من الكميه ديروا غير نصف كاس كيف درت انا، نصف كاس زايد واحد شويه. كنضيفوه وكنطربوه مره اخرى حتى كينسجم هذاك الزيت مع الماء والكاكاو والسكر وكيذوبوا هذوك الحبيبات ديال السكر. من بعد غادي نبداو نضيفو في النواشف. كذلك ممكن تزيد واحد ملعقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان لانها كتواتى مع المذاق ديال الشكلاط. وفي الاخير كنزيدو النواشف اللي هما الدقيق والخميره. غادي نزيدو 2 كيسان ديال الدقيق زائد 16 غرام ديال خميرات الحلويات. كنغربلوهم، كنضيفوهم على 2 ديال الدفوعات وكنبقاو نخلطو حتى كنحصلوا على داك القوام ديال الكيك اللي كيكون كريمي. وفي الاخير كنزيدوا معلقه كبيره ديال الخل. معلقه كبيره ديال الخل غادي تزيد في الهشاشه ديال الكيك وغادي تخليه يجي منفوخ وطالع. غادي نضيفوها ونخلطوا حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا ديال الكيك. في حاله ان القوام ديال الكيك جاكم ثقيل بزاف كتضيفوا واحد 4 كاس ديال الماء دافي في الاخير باش كتخفوه واحد شويه، لان القوام ديالو خصو يجي ما خفيف بزاف ما ثقيل بزاف. كندهنوا المول ديال الفران اللي كيكون مدهون بشويه ديال الزبده وكنشرو بالطحين.
كنضيفوا الخليط في المول وكندخلوه يطيب في فرن ساخن من الفوق والتحت، النار شاعله وكتكون ناقصه تقريبا واحد 20 حتى ل 25 حتى 30 دقيقه على حسب الفرن ديالكم كيكون واجد. غادي ناخذ كاسرونه نوجدوا فيها الصوص، غنحتاجوا فيها كاس ديال الماء زائد واحد 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، على حسب واش بغيتو هاد الصوص يجيكم حلو ولا بغيتو يجيكم شويه المذاق ديال الشوكولا غالب عليه. كنضيفوا 2 اكياس او 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، كنزيدوا معلقه كبيره ممسوحه ديال النشا او الدقيق اللي كان عندكم، كنحطوها فوق النار مع التحريك حتى كتغلى وكتبدا تعقد، وكنطفيو عليها البوطه. كتكون واحد الصوص اللي هي خاتره ماشي عاقده بزاف وماشي عاود جاريه. كنطفيو عليها غير كطلع فيها الغليه كيف شفتوا معايا هنا، وكتبدا تختار واحد شويه كنطفيو عليها النار وكنحطوها على جنب. كتكون الكيكه ديالنا طابت، كنخرجوها من الفران، كنحيدوها من المول وهي دافيه، كنسقيوها بكاس ديال الماء دافي، كنزيدو فيه معلقه كبيره ديال السكر سنيده زائد معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان. كنحركو مزيان حتى كيذوب هذاك السكر. هاد السيرو هذا هو باش غادي نسقيو الكيكه ديالنا. غادي نسقيوها بهاد الكاس ديال العنبه كامل حتى كتشربوا. عاد كنديروا ليه هذاك الصوص اللي وجدنا، وكنحاولوا اننا نبسطوه على الوجه ديالها والجوانب كاملين حتى كنغطيوها بهذا الصوص هذا كله. عاد كنزينوها عاود من الفوق. هنايا بغيتو تزينوها مثلا ترشوا عليها شويه ديال الكاوكاو مهرمش اولا اللوز اولا داك الشكلاط الشعريه، داك الشكلاط الفيغنيسيل. كذلك بالنسبه لي انا هنايا درت خديت واحد المعلقه حتى لجوج ديال دانون عادي ياغورت، درتو في واحد البلاستيك الغذائي وتقبتها وكندير هكايا هاد الخطوط. من بعد غادي نجرهم غيعطيوني داك الشكل ديال الملفي او شكل العنكبوت. تقدروا ديروا الشكلاط الابيض مذوب حتى هو ديروا بها الطريقه هذه. الياغورت كيبقى ودانون داك الصغير الا كان عندكم هو باش كتزينوا كيبقى اسهل وكيتواتى مع المذاق ديال الشكلاط. صافي هنايا ملي كنبغيو نقطعو كنمسحوا الموس في كل تقطيعه باش ما نخسروش ليها الشكل ديالها اللي داك الشكل اللي زينا به من الفوق. وكيكون هذا هو الشكل ديال الكيكه ديالي بعد ما طابت. كتجي هشيشه وبنينه، ما كاينش شي فرق بينها وبين الكيكه ديال اللي فيها البيض، وكتجي مسقيه يعني المذاق ديالها مميز. كنتمنى تجربوها، فيها النكهه ديال القهوه مع الشكلاط وعاد ما فيهاش الحليب، درناها غير بالماء. كتجي رائعه بزاف بزاف. هنايا ملي كنساليو راها مازال دافيه، من الاحسن انكم خليوها تبرد واحد شويه في الثلاجه وكتشرب وكتزيد دوك النكهات كيطلقوا في بعضياتهم. كتجي لذيذه بزاف وسريعه في التحضير ديالها، ما كتاخذش حتى الوقت، وهشيشه بزاف بزاف. كتجي بنينه المذاق ديال الشكلاط مع القهوه. هنا غادي نقطع لكم باش تشوفوا معايا كيفاش كيجي القوام ديالها من الداخل. وعاد هذاك الصوص اللي درنا عليها من الفوق بدون شوكولا، فقط بالكاكاو والنشا والماء والسكر، كيجي رائع هذاك الصوص. حتى هو كيزيد يعطيها واحد النسمه لذيذه وواحد القوام رائع. كنتمنى انكم تخليو لي بزاف ديال اللايكات في هذا الفيديو هذا وتشتركوا في القناه. ما تنسوش تفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.